الفنان السوري أيمن رضا يكشف لأول مرة تفاصيل خلافه مع الفنان باسم ياخر، ويعلق على رأيه ورأي سلافة فواخرجي السياسي. باسم ياخر وأيمن رضا: الخلافات تشتعل مجددا بعد خلافات كثيرة كانت ساحتها شاشات الفضائيات وميكروفونات الإذاعة بين الممثلين أيمن رضا وباسم ياخر. رد الأخير وغير مباشر نشره على قناته الخاصة في يوتيوب، ولأول مرة، على كل الاتهامات التي كان يوجهها له الفنان أيمن رضا. وأكد ياخر أنه التزم الصمت لفترة طويلة عن كل الإساءات التي تعرض لها، ولكن عندما وصل الموضوع إلى حد الظلم قرر أن يتحدث عن كل المواقف التي تعرض لها. وكشف ياخر أنه منح رضا الكثير من الفرص من مسلسلات وبرامج وساعده مع أبنائه، وأوضح أن كل ما قيل عنه غير صحيح. وأضاف ياخر أن الصديق الحقيقي هو الذي إذا اضطر ليخبر صديقه بأي مشكلة بينهما يمكن أن يخبره بها بينهما ولا يقوم بإقامة به رضا من تشهير. وكان رضا قد استهزأ بزميل مهنته باسم ياخر عندما رد ساخرا على وصف الأخير له بأنه جوكر للدراما السورية، وجاء ذلك في لقاء مع الإعلامي السوري أحمد الذرع، وقال: عندما أتكلم عن قصة أو موضوع فإني أتكلم بالصدق ولا أكذب، في إشارة إلى أن زميله ياخر كذاب. وأكد رضا بأنه ملتزم الصمت ولا يريد أن أحد من زملائه، قائلا بأن لديه القدرة بالرد على كل شخص تحدث وتكذيبه سواء ياخر أو عبد المنعم عميري.